لكن انا بعتبر ان اعظم الافكار اللي بتناقشها الروايه واللي بلورها حسام الدين مصطفى في فيلم الاخوه الاعداء وهي فكره البحث عن الله، او سؤال هل الله موجود؟ يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. فيلم مأخوذ عن روايه تعتبر من اهم الروايات في الادب العالمي في التاريخ كله، فيلم مليء بالصراعات والمشاكل النفسيه والاسئله الجدليه المهمه جدا، فيلم هيخليك تفكر كتير وتسال اكتر. وبالرغم من قيمه الفيلم ده الكبيره، لكن يمكن معظمنا ما يعرفش عنه غير مشهد او مشهدين بالكتير. فمع الفيلم المثير للجدل فيلم الاخوه الاعداء، الفيلم من بطوله يحيى شاهين، حسين فهمي، نور الشريف، سمير صبري، ميرفت امين، ومحي الدين اسماعيل. الفيلم سيناريو وحوار رفيق الصبان ومن اخراج حسام الدين مصطفى. بتبدا الحكايه مع توفيق، احد افراد عيله الارماني، واللي عنده خلاف كبير جدا مع والده الارماني الكبير بسبب ميراث والدته، واللي والده رافض انه يديه لتوفيق، وده اللي خلق حاله من التوتر والصراع ما بين توفيق وابوه. واللي زود من حاله التوتر دي ان الارماني الكبير شخص مستهتر عايش لملذاته ورغباته، منفصل تماما عن اي مسؤوليه ناحيه اولاده، وده خلى في مشاكل كبيره بينه وبين اولاده الثلاثه احمد وشوقي وتوفيق، والابن الرابع الغير شرعي وهو حمزه الارماني. والخلاف بيزيد لما بيحصل صراع ما بين توفيق وابوه على الفوز بقلب لولا، وبتزيد الخلافات ما بينهم لدرجه ان توفيق بيفكر فعلا في قتل ابوه، لكن هو بيفكر في خطه للتخلص من الاب بيتقتل الاب فعلا، لكن مش على ايد توفيق انما على ايد حد تاني خالص، وبيتم محاكمه توفيق بتهمه قتل ابوه. فيا ترى هيتم محاكمه توفيق بتهمه قتل ابوه ولا هنقدر نكتشف القاتل الحقيقي؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم الاخوه الاعداء ماخوذ عن روايه للكاتب يعتبر واحد من اعظم الكتاب في الادب الروسي بشكل خاص والادب العالمي بشكل عام، وهي روايه الاخوه كرامازوف. وعلشان نقدر نفهم فيلم النهارده فلازم نتكلم الاول عن ديستوفسكي. ديستوفسكي هو الكاتب الروسي اللي كتب روايه الاخوه كرامازوف، وبعد ما نتكلم عنه هنتكلم شويه عن الروايه وفي الاخر هنتكلم عن الفيلم ونحلله. ديستوفسكي هو ابن الاب قاسي جدا وعنيف، وقسوه وعنف الاب اثرت جدا في شخصيه ديستوفسكي، وكمان اثرت بشكل كبير في كتاباته وخلت عنده ما يسمى بعقده اوديب، وده اللي خلى عالم النفس المشهور سيجموند فرويد يكتب مقاله كامله بيتكلم فيها عن العقد الموجوده عند ديستوفسكي، ويمكن من اهمها هي عقده كراهيه الاب او عقده اوديب. وعقده اوديب باختصار شديد هي مجموعه من مشاعر الكراهيه والتنافس اللي بتبقى موجوده عند الطفل واللي بتبقى متوجهه في الاساس ناحيه والده. وعقده اوديب اللي شخص بيها سيجموند فرويد ديستوفسكي ليها اصل تاريخي وتم تثبيتها بالاسم ده بناء على اسطوره يونانيه قديمه بتتكلم عن الملك اوديب، واللي اتنبأت ليه احد العرافات بانه هيقتل والده وهيتجوز والدته. ديستوفسكي كان برضه عايش في ظروف قاسيه جدا، وكان ليه 7 اخوات وفقد امه في سن ال 15، وبعد كده فقد ابوه في ظروف غامضه جدا، واللي بيفسرها البعض ان الفلاحين اللي كانوا شغالين عنده قتلوه، وده كان نتيجه قسوته في التعامل معاهم. فديستوفسكي مر في نشأته بظروف صعبه جدا اثرت بشكل كبير على كتاباته. وفي فتره شبابه تعرض ديستوفسكي للسجن، وده لان في القرن ال 19 كانت روسيا تحت حكم ديكتاتوري ومستبد، وده اللي خلى ديستوفسكي ينضم لجماعه ثوريه هدفها الاساسي هو تغيير نظام الحكم، لكنه تم القبض عليه والحكم عليه بالاعدام. وفي اللحظات الاخيره قبل تنفيذ حكم الاعدام تم تخفيفه، وبعد ما تم تخفيف حكم الاعدام تم بعد كده نفيه لسيبيريا. وسجن ديستوفسكي في سيبيريا ادى الى تحولات كبيره في شخصيته، فبعد مروره في شبابه بمرحله من الشكوك الفلسفيه وبعض التساؤلات والشكوك في وجود الله، لكن سجنه اثر بشكل كبير في معتقداته وخلاه يؤمن اكثر بوجود الله ويتمسك اكثر بالمعتقدات المسيحيه اللي اتربى عليها. ديستوفسكي كان برضه مدمن على القمار، وكان بيحب تناول الخمره بشكل كبير، وادمانه للقمار كان عامل له مشاكل كبيره جدا. المفاجاه بقى ان ديستوفسكي وهو بيكتب اخر رواياته وهي روايه الاخوه كرامازوف كان بيمر بمرحله صعبه جدا في حياته، كان فقير جدا وعليه ديون كتير نتيجه لادمانه للقمار، وكانت بتجيله نوبات صرع قويه جدا وهو بيكتب الروايه. وبكده نقدر نقول اننا قدرنا نلم بعض النقاط المهمه في حياه ديستوفسكي واللي هتساعدنا بشكل كبير جدا في فيلم الاخوه الاعداء. ننتقل بعد كده لروايه الاخوه كرامازوف واللي ماخوذ منها فيلم الاخوه الاعداء. سريعا كده روايه الاخوه كرامازوف بتناقش مجموعه نقط اولهم هو الصراع ما بين الايمان والالحاد وتاثير الاثنين على نفس البشريه، وفي تركيز برضه على فكره الصراع ما بين الخير والشر، سواء الصراع ده كان صراع داخلي او صراع ما بين الاشخاص في الروايه، وبتتناول برضه العلاقات الاسريه وتاثير الاب على الاسره، وبتتناول بعض المفاهيم زي الحب والعدل والحريه. مش عاوز اطول كتير في الجزئيه دي لاننا هنتكلم بعد كده عنها بشكل مفصل في شرحنا للفيلم. فيلم الاخوه الاعداء من اخراج حسام الدين مصطفى وسيناريو وحوار رفيق الصبان، وخلونا نتناول شخصيات الفيلم ونمسك كل شخصيه ونحللها ونحلل علاقتها مع الشخصيات الاخرى علشان في الاخر نطلع بنتيجه مهمه جدا ومبهره لا اظن ابدا ان اي حد تناول الفيلم بالتحليل وصل ليها قبل كده. واول شخصيه هي شخصيه الارماني الكبير واللي عمل دورها الفنان القدير يحيى شاهين. الارماني هو اب مستهتر عايش لملذاته
بعيدا تماما عن اولاده او عن اي تواصل حقيقي معاهم. الارماني كان قاسي جدا مع اولاده او مع اي حد يعترض طريق ملذاته، وكان قاسي جدا وعنيف مع الخدم بتوعه، وكان دايما بيهينهم ويذل فيهم. طب التركيبه دي مش بتفكرنا بحاجه؟ التركيبه دي فيها شبه كبير جدا ما بينها وبين شخصيه والد دوستويفسكي، وحاول ما تتفاجئش عشان لسه في مفاجآت كتير جايه. وعندنا شخصيه احمد الشاب الهادي المسالم المؤمن بوجود الله، والمشابه جدا لشخصيه دوستويفسكي بعد اعتقاله في سيبيريا، وشخصيه توفيق الشاب المستهتر الضايع واللي في حاله صراع دائم مع ابوه الارماني الكبير، واللي كان بيتمنى موته وبيكرهه كره شديد، وكان في حاله صراع مع ابوه على الفوز بحب لولا. وشخصيه توفيق وكرهه لابوه وصراعه وتنافسه معاه بيذكرنا بعقده اديب اللي شخص بيها سيجموند فرويد حاله دوستويفسكي النفسيه. وشخصيه شوقي الارماني الصحفي المثقف الغير مؤمن بوجود الله، وعنده تساؤلات فلسفيه كتير في النقطه دي، واللي ليه مبادئه وتفكيره الخاص زيه زي دوستويفسكي في مرحله شبابه. والشخصيه الاخيره هي شخصيه الابن الغير شرعي حمزه الارماني، واللي مصاب بالصرع زيه زي دوستويفسكي برضه في المرحله الاخيره من حياته. ولو لمينا كل نقطه اللي اتكلمنا عليها وربطناها ببعض هنوصل لنقطه مهمه جدا، وهي ان كل شخصيات الروايه او شخصيات الفيلم بتمثل دوستويفسكي، سواء كان التمثيل ده في مراحل مختلفه زي مراحل الشك في وجود الله والايمان، واللي تم تمثيلهم من خلال شخصيات احمد وشوقي، او من خلال عقده اديب اللي كان مصاب بيها دوستويفسكي واللي تم تمثيلها من خلال شخصيه توفيق، او حتى مرض الصرع اللي كان مصاب بيه واللي تم تمثيله عن طريق شخصيه حمزه. فكل شخصيات الاخوه الاعداء هم دوستويفسكي، وكل الصراعات اللي حصلت هي صراعات داخليه داخل نفسيه دوستويفسكي ما بين الشخصيات الكتيره اللي موجوده جواه. حاجه عبقريه ما تخرجش ابدا غير من شخص عبقري زي دوستويفسكي. الجميل بقى ان كل اللي اتكلمنا عليه طول الحلقه انا متاكد تماما ان حسام الدين مصطفى كان على درايه كامله بيه، ولما حاول انه يمصر الروايه ما حاولش انه يبعد بيها عن هدفها الاساسي، وخلى اخراجه للفيلم يعبر عن كل حاجه موجوده في الروايه بدون اي نقص يخل بمفهوم الروايه. فزي ما قلنا قبل كده ان الروايه بتتكلم عن مفاهيم كتير، ومنها مفاهيم الحب والكره والخير والشر. فحسام الدين مصطفى مثل النقطه دي بطريقه عبقريه جدا، وهي الوان ملابس الشخصيات. فعلى سبيل المثال هنلاقي ان شخصيه زي شخصيه احمد شخصيه هاديه ومتزنه وغير محمله بعقده الاب او بالكراهيه ليه، فهتلاقي ان معظم لبسه في المشاهد ما يتراوح ما بين الابيض والرمادي والبيج. وعلى النقيض تماما هنلاقي ان شخصيه زي شخصيه شوقي شخصيه مضطربه وعندها شكوك قويه جدا، ومحمله بقدر كبير من الكراهيه للمجتمع المحيط بيه، وبالاخص الاب. فهتلاقي ان لبسه دايما كله اسود، قميص اسود وجاكيت اسود، وده لان اللون الاسود دايما بيعبر عن الحقد والكراهيه والمشاعر السلبيه، اللي تقريبا في مشهد واحد هو المشهد اللي جمعه بعايده خطيبه اخوه توفيق، وساعتها كان لاول والاخر مره كان لابس قميص ابيض وجاكيت اسود. وهنلاقي ان ده المشهد الوحيد اللي فيه اداء نور الشريف مختلف عن باقي ادائه في مشاهد الفيلم. هتلاقي انه في حاله اهدى واكثر اتزانا لانه كان في حاله حب، وكان عنده مشاعر قويه جدا ناحيه عايده. وبين احمد الشخصيه الهاديه المسالمه وشوقي الشخصيه المحمله بالحقد والكراهيه هنلاقي شخصيه توفيق الانسان الضايع، واللي مشاعره بتتارجح ما بين الحب والغضب والكراهيه، واللي بيتحرك في مسافه وسطى ما بين الايمان بالله واللي بيمثله احمد والالحاد اللي بيمثله شوقي، واللي عنده صراع قوي جدا ما بين الانا والانا العليا. وسريعا كده هنشرح ما هو الفرق ما بين الانا والانا العليا علشان نقدر نفهم شخصيه توفيق الارماني اللي بتشبه معظمنا بشكل كبير. سيجموند فرويد قسم النفس البشريه الى 3 اجزاء، وهي الهوى وهو الجزء المسؤول عن اشباع الرغبات والغرائز الاساسيه زي الجوع والعطش والجنس، وهو جزء غير واعي. والجزء الثاني هو الانا وهو الجزء المسؤول عن تلبيه طلبات الجزء الاول بس بشكل عقلاني يتوافق مع المجتمع، وهو وسيط ما بين الهوى والانا العليا. والجزء الثالث هو الانا العليا وهو الجزء اللي بيتكون من المثل العليا والقيم الاخلاقيه. شوقي بقى كان بيمر بحاله من الصراع ما بين الانا والانا العليا، وكانت حالته النفسيه بتتارجح ما بين رغبته في اشباع غرايزه وما بين تانيب ضميره، وده خلى الوان الملابس بتاعته بتتراوح ما بين الابيض والاحمر في حالات الغضب وفي حالات الحب، وفي المواقف اللي بتغلب فيه غرايزه عليه او الاوقات اللي بتغلب فيه الهوى على الانا العليا، وبين الالوان الاسود والابيض في حالات الحقد والغضب ومشاعر الكراهيه ناحيه الاب. وعندنا برضو شخصيه عايده اللي كانت ملابسها في المشاهد الاولى من الفيلم الوانها كلها فاتحه ومبهجه، واللي كانت بتعبر عن الحاله النفسيه للشخصيه. وبعد صدمتها في توفيق اتحولت ملابسها للونين الابيض والاسود للدلاله على حالتها النفسيه ومشاعر الكراهيه اللي كانت بدات تتكون ناحيه توفيق. وفي مشهد النهايه كانت لابسه فستان اسود بالكامل، وده برضو للدلاله على تعاظم مشاعر الكراهيه جواها ناحيه توفيق. وحسام الدين مصطفى استخدم الالوان برضو للدلاله على التقارب في الافكار، لما خلى في مشهد بيجمع ما بين حمزه وشوقي انهم يلبسوا ملابس الوانها متقاربه للدلاله على قوه تاثير شوقي على حمزه، وده لما خلى شوقي وحمزه يلبسوا نفس اللون، لكن درجه لون لبس شوقي غامقه اكتر من درجه لون لبس حمزه، وده للدلاله على ان حمزه نسخه باهته من شوقي. ويمكن ده كان سبب الكراهيه الشديده اللي كانت موجوده عند شوقي ناحيه حمزه، وده لانه كان بيفكره بنفسه
وبيفكروا بالتاثير السيء لافكاره على المحيطين بيه. وللدلاله على التشابه في المواقف والمشاعر، كانت معظم المشاهد اللي بتجمع الاخوه مع الاب كانوا كلهم بيبقوا لابسين الوان متقاربه او متماثله في بعض الاحيان، وده للدلاله على اجماعهم على كراهيه الاب. من الصعب جدا انك تحصر الفيلم في فكره واحده او في خط درامي واحد، لانه فيلم مليء بالصراعات النفسيه والفكريه والمواقف والافكار المختلفه. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فالفيلم بيناقش بقوه فكره الحب والكراهيه وتاثيرها على الافراد، وده بان في مشاعر الكراهيه القويه ما بين الاخوه وما بين ابوه، ومشاعر الحب ما بين عايده او لولا وتوفيق، ومشاعر الكراهيه من عايده ناحيه توفيق بعد ما خذلها. ومشاعر الحب والكراهيه كان ليها تاثير قوي جدا على الشخصيات. فالحب حول لولا من شخصيه مستهتره وماديه بشكل كبير لشخصيه متزنه وهاديه، والكراهيه برضه حولت شخصيه عايده من بنت مليانه حب وتفاؤل لبنت مليانه بالحقد والرغبه في الانتقام. والفكره الثانيه اللي بيتناولها الفيلم هي فكره الصراع الداخلي اللي بنمر بيه كلنا لانه جزء من طبيعتنا البشريه، وهو الصراع ما بين الانا والانا العليا، او ما بين الغرائز والرغبه في اشباعها وما بين القيم والاخلاق. والصراع ده مر بيه شخصيه توفيق الارماني، واللي تم تصويره في الفيلم على انه انسان ضايع. لم يتم تصوير توفيق على انه ملاك او شيطان، لكن تم تصويره على انه انسان بيمر بحاله صراع داخلي ما بين رغباته وبين قيمه واخلاقه. وعندنا بعد كده الصراع ما بين الايمان والالحاد، واللي تمثل في شخصيات شوقي واحمد. ومن الافكار القويه جدا اللي بيناقشها الفيلم هو تاثير الاب على اولاده، لاننا هنلاقي ان شخصيه الارمان الاب ليها تاثير كبير جدا على اولاده. فلو لاحظنا شخصيه توفيق هنلاقي انه تقريبا نسخه من ابوه بكل الضياع والاستهتار والفساد اللي موجود فيه. ولو شفنا شخصيه شوقي هتلاقي ان عنده نفس الافكار العدميه ونفس الشكوك في وجود الله، واللي موجوده برضه عند ابوه، واللي خلاه يسال عن وجود الله او وجود حساب بعد الموت زي ما هنشوف المشهد ده. أنا عايز أسألك سؤال. اسأل. في آخرة وحساب بعد الموت ولا مفيش؟ ها؟ كلمة واحدة. في ولا مفيش؟ مفيش ولا شوية صغيرة؟ ولا حاجة خالص. لكن انا بعتبر ان التاثير الاكبر لارمان الاب كان التاثير اللي حصل على شخصيه حمزه الابن الغير شرعي ليه. وده هياخدنا لشخصيه انا بعتبرها من اهم الشخصيات الموجوده في الفيلم، واللي قام بيها الفنان محي اسماعيل بشكل اقل ما يوصف بيه انه عبقري. وعلشان كده هنتكلم عن شخصيه حمزه الارماني بشكل مفصل. شخصيه حمزه الارماني هي نتاج لظلم المجتمع وجحوده، ونتيجه لسوء معامله كل المحيطين بيه بدءا من الاب ونهايه باخواته. وده نتج عنه شخصيه سوداويه مظلمه مليئه بالحقد والكراهيه ناحيه المجتمع اللي ظلمه. عنده احساس قوي جدا بالدونيه والانحطاط، ومتاثر جدا بفكره عدم وجود الله بسبب الظلم اللي وقع عليه، وعنده احتقار للمجتمع المحيط بيه. وده اللي خلاه يبقى قريب جدا من شوقي، لان افكارهم تقريبا متشابهه. الاتنين بيحتقروا المجتمع، والاتنين بينكروا وجود الله، وبالتبعيه فبينكروا فكره العداله الالهيه. واللي حصل مع حمزه خلى عنده كراهيه كبيره ناحيه الاب، وده بسبب موقفه منه وانكاره ليه، وبسبب الطريقه السيئه اللي كان بيعاملوا بيها. وخلى عنده برضه حقد دفين ناحيه توفيق بسبب الطريقه اللي كان بيعاملوا بيها، وبسبب انه كان شايف ان توفيق عنده كل اللي هو مفتقده. فشخصيه حمزه هي بتمثل الجانب المظلم والسوداوي من الانسان. لكن انا بعتبر ان اعظم الافكار اللي بتناقشها الروايه واللي بلورها عسام الدين مصطفى في فيلم الاخوه الاعداء وهي فكره البحث عن الله، او سؤال هل الله موجود؟ الفكره دي تم مناقشتها وطرحها من خلال شخصيه شوقي الارماني. شوقي شخص ملحد لا يؤمن بوجود الله او بوجود خالق للكون او وجود حياه بعد الموت، وكان ليه ارائه الخاصه اللي متعبر عن معتقداته الشخصيه، واللي يمكن من اهمها هو الفكره اللي اتكلم عنها في المشهد ده. إذا لم يكن الله موجود فإن كل القيم والأخلاقيات تسقط من نفسها، ويصبح كل شيء مباح من أصغر الذنوب حتى أبشع الجرائم. ولو افترضنا ان لا يوجد اله خالق للكون، فبالتبعيه هتتساقط كل القيم والاخلاقيات، لان مع عدم وجود اله هتتساقط الحدود اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى للفصل ما بين العباد، وهيتبقى بعض القيم الانسانيه العليا واللي ممكن نتفق عليها او نختلف. وده ينتج عنه انها هتبقى قيم غير ثابته وخاضعه للاهواء الشخصيه. ولو استبدلنا القيم والاخلاق بقوانين وضعيه من صنع البشر فهي هتبقى برضه غير ذات قيمه، لانها لا تستند لاساس قوي. لان سقوط القيم والاخلاق والحدود اللي بلغتنا بها الاديان المختلفه خلى ان اي اساس بيتم وضع اي حدود او قوانين بناء عليه يسقط بالتبعيه. وده هيرجعنا للعصور الحجريه قبل انتشار الاديان المعروفه بالنسبه لينا، وهيبقى كل شيء متاح بدون اي حدود او قيود. ومع عدم وجود اله متحكم في كل شيء وبيضع حدود وقيود بتنظم حياه البشر، فده بينتج عنه ان بتسقط فكره من اهم الافكار اللي بيستند اليها اي مظلوم بتنقطع به السبل، وهي فكره العداله الالهيه. وده بالظبط اللي وضحه الكاتب في الروايه لما خلى ان الشخص الوحيد القادر على نفي تهمه القتل عن توفيق هو حمزه. ومع انتحار حمزه ووجود مجموعه كبيره من الادله اللي بتدين توفيق
فالتهمه ثبتت عليه وتم اصدار حكم الاعدام ضده، واستنفذ شوقي كل الطرق اللي ممكن يثبت بيها براءه توفيق. وساعتها اتضح لشوقي مدى قصور العداله الانسانيه واللي بتستند في الاساس على الحقائق المجرده، واصبح ما فيش اي ملجا ليه غير الملجا اللي بيروح ليه كل مظلوم انقطعت به السبل، وهو ملجا العداله الالهيه. وبالرغم من ان في الروايه شخصيه ايفان لم تجد اجابه على سؤال هل الله موجود، لكن حسام الدين مصطفى جاوب على السؤال ده لما خلى شخصيه شوقي تلجا الى الله بعد انقطاع السبل عنها. الفكره ببساطه شديده جدا هي ان حضرتك لما تنكر وجود الله وتيجي بعد كده يقع عليك ظلم وتنقطع بيك كل السبل اللي بيها تقدر تاخد حقك وتخذلك بعد كده العداله الانسانيه اللي انت مؤمن بيها، فهتضطر غصب عنك انك تلجا الى العداله الالهيه وتلجا الى الله سبحانه وتعالى الذي لا يظلم عنده عبد ابدا. وبس كده. سلام.